تخيل انك ماشي في منطقة مهجورة في جبال مفيهاش اي حد ولا اي حاجة، وفجأة تتفاجئ قدامك ببوابة صخرية كبيرة منحوتة في قلب الجبل. ساعتها عقلك هيقف، هتقعد تفكر يا ترى البوابة دي ايه، مين اللي نحتها وامتى وليه، ويا ترى، وده السؤال المرعب اكتر، ايه اللي موجود وراها. ده اللي حصل مع 2 مستكشفين وهما بيستكشفوا في جبال كازاخستان والصين من كام يوم. وساعتها تساؤلات كتيرة جدا اتطرحت على النت. يا ترى ايه اللي موجود ورا البوابة دي؟ هي فعلا البوابة دي هي بوابة سد يأجوج ومأجوج اللي اتكلم عنه القرآن الكريم؟ في حاجات كتير التاريخ بيكشفها لنا من وقت للتاني، بتخلي الواقع يصطدم بالغيب. خليكم معايا لآخر الحلقة علشان اقول لكم ايه النظريات اللي بتتكلم عن البوابة دي، وايه التفسيرات العلمية اللي موجودة ليها، وايه علاقتها بسد يأجوج ومأجوج، والقصة كاملة بتاعت يأجوج ومأجوج. القصة ابتدت لما 2 من المستكشفين من كام يوم في شهر سبتمبر 2025 راحوا جبال عالية جدا في كازاخستان، وطلعوا درون للمنطقة دي عشان يصورها. المنطقة دي معروفة ان هي منطقة عالية جدا ومفيش ناس كتير بتوصل لها، حتى السكان المحليين مش كلهم يعرفوها ولا شافوها قبل كده. المفاجأة ان لما الدرون ده طلع وهو بيصور، اتفاجئ بنحت موجود وسط الجبال دي، نحت كأنه بوابة. الغريب فيها واللي يخلي فعلا العقل يقف ان هي معمولة بدقة تخليك متأكد تقريبا ان هي مش عوامل طبيعية، ما فيهاش اي شقوق او حاجات مش منتظمة، هي حرفيا مرسومة بوابة بارتفاع 12 متر وعرض 12 متر تانيين. ساعتها كلام كتير جدا انتشر على النت. يا ترى البوابة دي مين اللي نحتها ليه، ايه اللي موجود وراها؟ نظريات كتيرة جدا طلعت تفسر الكلام ده، بس النظرية الأخطر اللي خلت ناس كتير تهتم بالموضوع وتدور وراه أكتر، إن في ناس طلعت قالت إن البوابة دي هي بوابة سد يأجوج ومأجوج اللي بناها ذو القرنين من آلاف السنين. خلونا بقى نناقش النظريات اللي بتتكلم عن البوابة. أول نظرية هي النظرية العلمية. العلماء هنا بيقولوا إن الموجود ده مش بوابة ولا حاجة، ده مجرد تآكل في الصخور نتيجة لاختلاف عوامل الجو. مع الزمن التلج والمية، الحر والصيف والشتاء والأجواء المختلفة، كل ده أدى لعمل الفتحة دي والتآكل اللي يبان إن هو كأنه بوابة، بس في الحقيقة ده مجرد تآكل في الصخور مش أكتر. واستندوا في كلامهم ده للكهوف اللي موجودة حوالينا في الطبيعة اللي محدش عملها، بس هي برضو فتحات تبان كأن حد اللي بناها. النظرية التانية بتشكك أصلا في وجود البوابة، بتقولك إن الصور دي اتاخدت من زوايا معينة عملت ظلال بينت لك إن في بوابة، إنما الحقيقة إن مفيش ولا بوابة ولا أي حاجة. الحقيقة إن هي مجرد صخور، والظلال أو عوامل الفوتوشوب هي اللي بينت لنا إن هي بوابة. نظرية تالتة بتقول إن دي بقايا الحضارة قديمة، كانت حصن مثلا أو مخزن كبير، بس اللي بيكذب النظرية دي إن إحنا لحد النهاردة ملقيناش فيها أي نقوش أو أي حاجة تقول إن في ناس كانت عايشة هنا أو إن دي حضارة قديمة. بس لسه ده مش معناه إن الاحتمال ده منفي تماما، الله أعلم لسه الأيام الجاية هتكتشف إيه موجود جوه البوابة دي. في نظرية رابعة بتقول إن البوابة دي هي مدخل لكهوف كتيرة تحت الأرض أو مدينة كاملة تحت الأرض، لأن الصور اللي مبينة وراها مبينة ظلال سودا كأن اللي موجود تحتها ده حفرة عميقة. ونظرية المدن اللي تحت الأرض دي موجودة فعلا، في تركيا مدينة كاملة فيها بيوت موجودة تحت الأرض. النظرية الخامسة والأخطر اللي بتتكلم عن سد يأجوج ومأجوج اللي بنازل القرنين من آلاف السنين، اللي بتقول إن هي دي الفتحة والبوابة بتاعة السد ده اللي في يوم ما يعرفوش غير ربنا هيتفتح وهيخرجوا منه. ودي أكتر نظرية رعب، لأنها بتربط بين اكتشاف حديث احنا وصلنا له وبين قصة دينية معروفة في المسيحية وفي الإسلام وفي اليهودية كمان. طب مين هم يأجوج ومأجوج؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عن يأجوج ومأجوج إن الملك ذو القرنين اللي كان ملك صالح بعد ما لف الأرض كلها وصل لقوم كانوا بيشتكوله من فساد يأجوج ومأجوج، إن هم قوم بيعوموا في الأرض فساد وبيقضوا على حاجات كتير فيها. ساعتها الملك ذو القرنين طلب منهم إن هم يساعدوه إن هو يعمل سور وجدار يحجزهم عن العالم، وفعلا جاب قطع حديد ضخمة وحطها بين جبلين عظام وصهر عليها النحاس، وبكده كون سد عظيم جدا محدش يقدر ان هو يهده. قوم يأجوج ومأجوج اللي نعرفه عنهم ان هم بيبقى ليهم قائد بيتبعوه وبيسمعوا كلامه. كل يوم القوم دول بيحاولوا ان هم يهدوا السد اللي بناه ذو القرنين، ولما يبقوا خلاص قربوا ان هم يهدوه
يقولوا خلاص هنيجي نكمل تاني بكرة، ولما بيطلع عليهم النهار بيلاقوا ان السد ربنا أعاده أقوى من مكان، لحد ما في يوم من الأيام في آخر الزمان القائد بتاعهم لما يقربوا ان هم يهدوه هيقول لهم وقفوا كده وهنيجي بكرة ان شاء الله ونهده. كلمة ان شاء الله هتخليه لما يجوا تاني يوم هيلاقوه على حاله زي ما كانوا وصلوا ان هو خلاص قرب يتهد. وقتها هيكملوا حفر وهيطلعوا فعلا من السد، هيبقوا جايين من كل مكان عددهم مهول. هيعدوا على بحيرة طبرية هيشرب منها أولهم لحد ما يوصل آخر واحد فيهم هيلاقيها خلاص جفت، هيقول كان في مية هنا. هيشربوا الأنهار ويعموا في الأرض فساد تاني زي ما كانوا بيعملوا. وسبحان الله اللي هيقضي عليهم دودة هي اللي هتقضي عليهم وتموتهم، ودواب الأرض ساعتها هتاكل منهم ومن أجسامهم لحد ما تسمن من كتر لحمهم. دي قصة يأجوج ومأجوج اللي الناس مرعوبة إن فعلا هما اللي يكونوا ورا السد ده. والله أعلم لو اتفتح السد ده هما فعلا اللي هيطلعوا من وراه ولا إيه. اللي خلى الناس تربط أكتر موضوع البوابة دي بسد يأجوج ومأجوج هي خرائط الإدريسي. الإدريسي كان واحد من أعظم الجغرافيين اللي موجودين في القرن ال12. كان راسم خرايط أوروبا فضلت تعتمد عليها فترة طويلة جدا، وكان راسم مكان سد يأجوج ومأجوج في مناطق عند جبال وسط آسيا. ولما تحط الرسومات بتاعة الخرائط بتاعة الإدريسي جنب صور البوابة ومكانها هتلاقي إن هما فعلا متشابهين لحد كبير جدا، وده اللي زود حيرة الناس وخلى الشكوك تكبر أكتر في الموضوع ده. دلوقتي السؤال ليكم، انتوا شايفين ايه ومصدقين ايه؟ شايفين ان دي فعلا عوامل تعرية وحاجات جغرافية عادية، ولا شايفين ان دي ممكن تكون فعلا بقايا الحضارة قديمة او منطقة كهوف مثلا او مدينة تحت الارض، ولا ممكن في حاجة تانية محدش اتكلم عنها، ممكن تكون حاجة الفضائيين عاملينها لو هما فعلا موجودين، او بوابة بتنقلك لبعد تاني او زمان تاني محدش عارف، ولا هي فعلا البوابة بتاعت سد يأجوج ومأجوج؟ انا شخصيا مش عارف. الايام الجاية هتكشف لنا ايه يا ترى عن البوابة دي. البوابة موجودة في الجبال النائية، محدش بيقرب لها، محدش عارف ايه اللي وراها، محدش يعرف تبعيات لو فتحوا البوابة دي ايه اللي ممكن يحصل. ممكن يطلقوا ايه علينا في الارض، حاجة تأذينا، ممكن يكون اكتشاف تاريخي عظيم جدا. يا ترى هيقدروا ان هم يوصلوا ايه اللي وراها، ولا هتفضل سر من اعظم الاسرار اللي موجودة في التاريخ اللي حيرت ناس كتير جدا. خلينا متابعين ايه اللي هيحصل، وخليني اقول لكم اي حاجة جديدة هيوصلوا لها، وانتوا شاركوني برأيكم، ويا ريت تقولوا لي كل واحد فيكم شايف ايه البوابة دي وايه اللي وراها. الايام الجاية هتكشف لنا كتير عن الموضوع ده. مستني منكم لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة. الى لقاء قريب مع ملف جديد مع الرعب.